السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. حقنه الثلاث شهور لمنع الحمل هتفضل طول عمرها من دلوقتي الى ما لا نهايه الاسطوره اللي بتخلي اي ست عايزه تاخدها جدا وخايفه منها جدا. فالنهارده نتكلم مع بعض عن اجابات كل الاسئله اللي في بالك، مميزات، عيوب، طريقه عملها، وهقول لكم امتى احنا كدكاتره بنكتب الحقنه دي واحنا على مضض كده متضايقين احنا كاتبينها، وامتى مستحيل نكتب لك الحقنه دي مهما اتشقلتي مهما اتنططتي مش هكتبها لك. نبدا فيديو النهارده كالعاده بالجزء اللي فيه فهم. تعالوا مع بعض اشرح لكم حقنه الثلاث شهور لمنع الحمل بتشتغل ازاي بكل بساطه وبدون ما اعقدكم باي مصطلحات طبيه. هي حقنه جواها هرمون اسمه بروجسترون. التركية كلها في الموضوع ان الشركه صنعتها بطريقه تخلي جسمك يمتصها على مهله واحده واحده على مدار الثلاث شهور. كل يوم هيمتص جزء معين يكفي اليوم بتاعه لحد ما الثلاث شهور يخلصوا. هرمون البروجسترون بقى هيعمل ايه في جسمك؟ واحد، هيمنع التبويض. مفيش تبويض مفيش حمل. غير التبويض بقى نتكلم عن عنق الرحم. طبيعي جدا يكون عنق الرحم جواه مخاط، ده شيء طبيعي جدا في جسمك. الهرمون ده بقى بيروح على المخاط ده يخليه اكثر لزوجه، وده بيخلي الحيوانات المنويه صعب جدا تعدي عن طريق عنق الرحم عشان توصل للبويض. مبسوط صح؟ حاسس ان كده الدنيا امان ومفيش حمل هيحصل صح؟ طب انا هخليك اكثر اطمئنانا. فلنفترض ان حصل تبويض، فلنفترض ان في حيوان منوي كده ابن ابوه عرف يعدي من عنق الرحم ويوصل للبويضه وعملوا مع بعض جنين جميل. الهرمون برده مش هيسكت، هيقول له مش انت حيوان منوي انت يا ابن الذين قابلت البويضه وعملتوا جنين، خليكم في قناه فالوب شوفوا مين بقى هيوديكم لحد الرحم. لان في الطبيعي في زي اهداب كده في قناه فالوب بتقعد تزق البويضه واحده واحده كده لحد ما تزقها للرحم. حركه الاهداب دي كلها بقت بطيئه بل قد تتوقف تماما كمان. ايه رايك؟ احسن صح؟ خد كمان التقيله. فلنفترض ان في اهداب بنت لذينه جامده جدا فضلت شغاله تزق فيها لحد ما دخلتها الرحم. الجنين ده يجي يزرع في الرحم، بطانه الرحم والجدار بتاعه كله رفيع غير قابل ابدا ان هو يستقبل جنين، وبالتالي الجنين يجي يزرع ما يلاقيش مكان، هينزل ويحصل سقط من قبل اصلا ما الجنين ده ما يتزرع. الشرح اللي فات ده كله كان طريقه عمل الحقنه، هو يعتبر رقم واحد في مميزات، لان بآلية العمل الجامده جدا دي نسبه فشل الحقنه دي 3% بس. انت متخيله ان من ضمن 100 سيده هتاخد الحقنه 3 بس قد يحملوا على الحقنه؟ رقم 2 ان الحقنه تعتبر وسيله هرمونيه، وهي من احد الوسائل الهرمونيه اللي بتاخد 3 شهور شغاله، مش زي الحبوب نقعد ناخد حبايه كل يوم. انا نسيت، انا خدت ما خدتش، هي كانت الساعه كام؟ انا مش فاكره. ما بتشغليش بالك بكل ده. الحقنه لا تعتمد ابدا على الانثى في انها تاخد الدواء كل يوم. ميزه تانية مهمه جدا ان معظم الستات بتيجي تشتكي من الام مع الدوره. انا عندي وجع مع الدوره جامد جدا. الالام دي معاها من ساعه ما بلغت، هي عارفاها متعوده عليها بس زهقت منها، اتخنقت. كانوا بيقولوا لها لما تتجوزي الالام دي كلها هتروح، بس ما راحتش، متضايقه. وغالبا بيكون سبب الالم ده هو التبويض بتاع حضرتك. عندك تبويض ابن ناس كده جامد جدا بيعمل لك وجع. طب ما احنا اتفقنا مع بعض الحقنه بتوقف التبويض، ف90% من اللي بيستخدم الحقن بتخف جدا من عليه الام الدوره وكانت تختفي تماما اصلا. الميزه الرابعه اللي انتوا كلكم مستنيين تسمعوها ان في ناس كتير جدا مع الحقنه مش بيجي لهم دوره اصلا. يعني صلاه براحتك، صوم براحتك، مفيش اي دم هينزل عليكي اصلا. اخر ميزه معانا هي ان انت لو قارنت الحقنه مع الحبوب مثلا او بعض الوسائل الهرمونيه الاخرى هتلاقي انها اقلهم في زياده وزن الانثى. يعني الحقنه لوحدها كده ما بتزودش وزنك، انت لو كلت كتير هتتخن. كده خلصنا المميزات ويلا نتكلم عن العيوب. عيوب الحقنه بتاعت 3 شهور لمنع الحمل، رقم 1 فيهم هي انها بتاخد من 8 ل 10 ايام عشان تشتغل. يعني كتير جدا من الستات بيجوا لنا ونديهم الحقنه وتروح البيت انا خدت حقنه منع الحمل كده مفيش حمل، وتجي لنا بعد فتره انا حامل. مبروك يا مدام انت حامل، ازاي وانت وكلام كتير ما بتسمعوش كويس جدا لكلام الدكاتره. الدكاتره لازم تنبه عليكم يا مدام خلي بالك الحقنه هتشتغل بعد من 8 ل 10 ايام، قبل كده ممكن يحصل حمل عادي جدا، فيفضل انت تستخدمي وسيله منع حمل اضافيه معاها. تاني عيب معانا هي الدوره الشهريه مع الحقنه بيحصل لخبطه، احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. في احسن سيناريو هو ان الجسم ممكن يستجيب للحقنه بشكل مثالي والدوره تيجي كويس جدا في مواعيدها، بس هتلاقي ايام الدوره زادت عليكي. ما تستغربيش، كانت بتيجي 4 هتيجي 6 هتيجي 7، مش مشكله، روح للدكتور بتاعك يحاول يظبط لك الموضوع شويه بحاجات توقف النزيف. بس تخيل ان ده احسن سيناريو. السيناريو الثاني هو ان ممكن الدوره تنقطع خالص عنك، وقد بعضكم يحب الموضوع ده وبعض الاخر قد لا يحبه ترجع لك. لكن السيناريو الثالث هو اللي ممكن يحصل لخبطه، احنا مش عارفين نحدد لك انت الدوره جالك امتى. الدوره كانت منتظمه طول عمرك، هتيجي مع الحقنه تلخبط، تيجي مره كل 20 يوم، مره كل 40 يوم، مره ما تجيش. هتلاقي نفسك انت مش فاهمه حاجه، انت ماشيه في الشارع ممكن تجيلك الدوره في اي لحظه. فالدوره الشهريه مع حقنه 3 شهور منع الحمل ملخبطه شويتين. لكن ما تخافيش، معظم الستات بعد سنه من استخدام الحقنه بتنقطع عنهم الدوره تماما وبيريحوا دماغهم وبينسوا يعني الدوره. العيب اللي جاي معانا هو برده نزيف بس مش تبع الدوره. ممكن في اي يوم من الايام تلاقي نقط تنزل عليكي من الدم بدون سابق انذار، وده مش ميعاد دوره، ده مش حاجه، هي شويه نقط دم ينزلوا عليكي مع حقنه 3 شهور منع الحمل، شيء طبيعي جدا توقعيه. اخر عيب معانا بقى وهو بالنسبه لي انا كدكتور عبد العزيز شايف ان ده العيب القاتل اللي يخلي اي انثى تستغنى عن الحقنه دي عشان بس تبعد عن العيب ده. لو انت جيتي في يوم من الايام كده انا اكتفيت، انا نفسي في بيبي صغنن،
نفسي كده ربنا يديني منه صغنن، يا رب ارزقني بيبي صغنن. ووقفت الحقن وقلت مش هاخدها تاني، يلا انا عايز احمل. لا انا ولا غيري ولا اشطر دكتور في العالم يقدر يقول لك المبيض بتاعك هيرجع تاني يعمل تبويض بعد قد ايه. ممكن ياخد شهور، ممكن ياخد سنين، محدش يعرف. هقعد شهر يمكن اكتر. حلو. لسه بفكر. تمام. هقعد سنة يمكن اكتر. لسه بفكر. يا رب توصل بسرعة. هقعد سنتين يمكن اكتر. لسه بفكر. انجز فكر. هتقعد اكتر. لسه بفكر. وللاسف الموضوع ده ملوش علاقه انت خدت كام حقنه، خدت حقنه 2 3 زي 10 20 30. ممكن من حقنه واحده المبيض بتاعك ياخد راحه لحد ما يرجع بقى يبقاش هيكرر يشتغل تاني. فحط في بالك انك لما تحب تخلفي تاني الموضوع هيتوقف على اراده ربنا واستجابه جسمك انت للحقنه. حقنه واحده زي 10. ولان الحقنه دي دواء زي اي دواء بتلاقيهم كاتبين كده في الروشته بتاعتهم الاثار الجانبيه، حتى لو كان بنادول يا شيخ هتلاقيه كاتب لك حاجات كتير جدا لو قريتها انت هتخاف تاخد الدواء. نفس الكلام بالنسبه للحقنه هتلاقيهم كاتبين اثار جانبيه كتير، وهي ممكن تعملها فعلا عند واحده 2 3 ما نعرفش هتجيلك انت ولا لا. فاسمعي معانا كويس جدا، دي اثار جانبيه نادره الحدوث لكن قد تحدث بالنسبه لك. ممكن تسبب لك نقص في الرغبه الجنسيه، صداع، دوخه، تساقط في الشعر، حب شباب، او حتى ممكن تعمل لك دوالي. دي حاجات بتتكتب عامه زي اي اثار جانبيه ممكن تحصل لك بشكل نادر جدا، بس لو حصلت لك مع الحقنه اعرفي ان هي السبب. ولذلك انا كعبد العزيز وغيري من زمايلي الاطباء التانيين لا نحبذ حقنه ال3 شهور لمنع الحمل في الحالات اللي جايه دي. لو عندك دوالي اكيد انا مش هبقى حابب اكتبها لك عشان ما تزيدش، عندك حصوات على مراره، سنك او عمرك فوق ال 35 سنه، عندك ضغط او سكر، الحالات دي كلها تخليني انا كدكتور مش حابب اديك الحقنه. انا مش عايزك تتعرضي لهرمون البروجسترون بالشكل ده، حاسس انه هيبقى مخاطره عليكي اكتر من ايجاباته. لكن لو الظروف بتجبرني ان انا اكتبها هكتبها، لكن في حاجات تانية مهما حصل وتحت اي ظرف ولو هددتني بالسلاح مش هكتب فيها ابدا حقنه ال3 شهور لمنع الحمل مهما حصل. رقم 1 واللي بعد الشر عن حضرتك وعن كل السامعين يا رب، لو في اي تاريخ مرضي للسرطان سواء كان عند حضرتك او اي حد من قرايبك. رقم 2 الجلطات بكل انواعها بالذات لو كانت في المخ. رقم 3 كل مشاكل القلب تقلقني ممنوع. رقم 4 لو حضرتك عندك مشاكل في الكبد كمان ممنوع تاخدي معاه الحقنه. رقم 5 ان يكون عندك الضغط او السكر برضو بس مش متظبطين، مش كنترولد خالص، حضرتك مش مظبطه ادويتك، ضغط السكر بتاعك مش مظبطين، مش تاخدي الحقنه. اخر حاجه معانا هي لو كان عندك نزيف ملوش اي اسباب، الدكاتره مش عارفين يحددوا له سبب وفي الاخر حطوه تحت مسمى النزيف الوظيفي للرحم، اكيد مش هديكي حقنه، هي اصلا بتلخبط الدوره وبتنزل عليكي نقط دم صح. وعيب قوي تكوني كملتي الفيديو لحد الاخر ولا عملتي لايك ولا سبسكرايب ولا فعلتي زر الجرس ولا حاولتي تفيديني باي حاجه. ومع ذلك هديكي نصيحه اخيره لوجه الله، لو كنت قررتي بعد الفيديو ده تاخدي الحقنه سجلي ميعادها عشان ما يفوتكيش بعد 3 شهور، وما تنسيش تاخدي حاجه ثانيه منع الحمل في اول اسبوع او 10 ايام عشان ما تحمليش، وما تعمليش مساج ابدا لمكان الحقنه عشان ما تسرعيش امتصاصها فتقللي فعاليتها. يلا زي بعض. لو عندك اي سؤال او اي استفسار سيبي لي في التعليقات تحت، لو عندك اي شكوى اي حاجه عايز تاخدي رايي فيها شخصيا في البرايفت يعني كده كلموني على الانستجرام والفيسبوك بتوعي، هتلاقوا رابط تحت في الوصف. مستنيكم كلكم برد عليكم بنفسي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.